السلام عليكم، مساء الخيرات والبركات عليكم. طبعا كلنا سمعنا عن قرار منع التوك توك من اسكندرية تماما من أول يناير 2026. مش بس كده، محلات قطع الغيار كل حاجة تخص التكاتك هتتمنع وتتلغى في اسكندرية. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا تعالوا اقول لكم ان احنا دلوقتي في شارع اسكندر ابراهيم اهو، رايحين كده قدامنا كده الأكاديمية. وزي ما انتم شايفين طبعا تكاتك في كل حتة، الشوارع الرئيسية من أول البحر، اسكندر ابراهيم البحر، الشارع كله وشارع 45 وطريق البحر نفسه ومحمد نجيب، في كل حتة في اسكندرية بحري، جمال عبد الناصر. ده غير طبعا قبلي، يعني حدث ولا حرج. تعالوا بقى نتكلم عن صحة القرار، مدى صحة القرار. هل فعلا تكاتك هتتمنع نهائيا من اسكندرية أول يناير 2026 ولا لا؟ لو أول مرة بتشوفوني يسعدني اشتراكوا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. احنا كده هنا طلعنا على عبد الناصر، شارع اسكندر ابراهيم، اوله من ناحية عبد الناصر. ما علينا. زي ما احنا عارفين انتشرت على صفحات كتيرة خبر عاجل محافظ الاسكندرية قرار الغاء التوك توك تماما من اسكندرية يناير 2026. طب هل في مصدر رسمي؟ للأسف مفيش أي مصدر رسمي. الخبر بقى الأكيد إن جريدة الوطن نزلت في خبر رسمي ومنشور رسمي على الموقع بتاعها، نفى مسؤول في محافظة اسكندرية صدور أي قرار رسمي في هذا الشأن. لكن في نفس الوقت إن ملف التوك توك مطروح بالفعل على مائدة النقاش قدام السيد المحافظ من ضمن خطط كتير لتنظيم المرور وتحسين الخدمات داخل محافظة اسكندرية، لكن لم يتم إصدار قرار بإلغاء أو منع التكاتك حتى الآن. وإن محافظة اسكندرية حذرت من نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة، منعا طبعا للمساءلة القانونية، وأي معلومات لازم تكون صادرة من الجهات الرسمية ومن المكتب الإعلامي للمحافظة وصفحة المحافظة الرسمية. طبعا نظرا لمشاكل التوك توك الكتير المتداولة الأيام دي والفيديوهات المنتشرة، احنا كمان بننزل طبعا ونصور مساوئ التوك توك وعيوبه وانتشاره. سلوكيات سواقين التكاتك بجد أصبحت بشعة، لكن في نفس الوقت هو مصدر رزق وفاتح بيوت ناس كتير. ما ينفعش الناس دي تتقفل بيوتها مرة واحدة بدون مصدر بديل لأكل عيشهم. وكمان المصدر المسؤول داخل المحافظة قال إن سيادة المحافظ بيدرس بعناية جميع القرارات اللي ليها صلة بالمواطنين، وسائل الانتقال ومصادر الرزق الفئة منهم. كويس جدا إن المحافظ بيهتم بالنقطة دي لضمان توفير بدائل آمنة ومناسبة وبدائل لوسائل الرزق للفئة العاملة في مجال التوك توك قبل اتخاذ أي خطوة تنفيذية. يعني هو مش قرار هيتحط كده وخلاص وتتقفل بيوت كتير وناس كتير تتبهدل وناس كتير، طب يعني هيجيبوا منين؟ ما هو يا يسرقوا يا هيقتلوا يا هيلجأوا لطرق غير صحيحة. فبجد السيد المحافظ مشكور في النقطة دي، ان هو اخد يعني اخد بعين الاهتمام توفير بدائل آمنة. يا ريت فعلا الفترة الجاية يتناقش بالفعل موضوع التكاتك في اسكندرية بجدية، يكون فيه بديل. انا سمعت ان في عربية هيكون في بديل للتوك توك، عربية فان صغيرة، مش عارفين حتى الان، الله اعلم. ده بخصوص قرار منع التكاتك، ان هو حتى الان مفيش صحة للقرار والمحافظة ما نزلتش اي قرار رسمي. يا ريت تشيروا الفيديو عشان الكل يعرف الخبر، ويا ريت فعلا تنقل الاخبار من مصادرها الرسمية. هنا بقى ميدان المنظرة، وما ادراكم ما ميدان المنظرة ليلا. زي ما احنا شايفين كده زحمة يا دنيا، زحمة ومولد وصاحبه غايب. شوفوا فيديو بكوس صورتها لكم امبارح، بكوس الحقيقة برضو. يعني بصوا في حتت كده في اسكندرية الاوضاع فيها صعبة، تكاتك، زحمة، اسواق عشوائية. يا رب كده اسكندرية للافضل. احنا بنتمنى ان السيد المحافظ يمسك كده ملف بعين الاهتمام بالفعل عشان اسكندرية تتغير والوضع يبقى احسن. وانا داخلين على شارع المعهد الديني، بقول لكم في كده بؤر واماكن زي المنظرة، العصافرة، المعهد الديني، فيكتوريا، الساعة، بكوس. في حتت كده فعلا محتاجة اهتمام مكثف. ده شارع المعهد الديني طبعا ازالات مش ازالات، الشارع موجود، سرقة الكهرباء شغالة 24 ساعة، الله ينور زي ما انتم شايفين كده، والاشغالات والشارع مقفول. ما علينا. ده كان الفيديو بتاعنا بخصوص قرار منع التكاتك في اسكندرية، واستنونا بكرة ان شاء الله لو احيانا المولى مع فيديو جديد. اشوفكم على خير، شكرا والسلام عليكم. جيجي رضوان.